السلام عليكم ورحمة الله. طبتم وطابت أوقاتكم بخير أعزائي المتابعين. مرحبا بكم معنا في هذه النشرة الجوية الخاصة والحصرية على بلادنا المغرب. إذن ولله الحمد، تساقطات مطرية مهمة ستدخل للمملكة المغربية، أمطار عاصفية قادمة من جنوب المملكة وستهم معظم المناطق كما هو ظاهر أمامكم في الصورة. التساقطات ناتجة عن منخفض قطبي عملاق سيدخل لبلادنا المغرب في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله، وسيهم الكثير والعديد من المدن كما تلاحظون أمامكم على مستوى خريطة اليقظة الجوية. هذا المنخفض القطبي الظاهر أمامكم في وسط الشاشة سيدخل المملكة المغربية وسيهم أكثر من نصف المملكة المغربية كلها، وستكون تساقطات مطرية وستمتد إلى مناطق سوس وكذلك بالأطلسي، وسنتعرف على جميع المناطق المعنية بهذه الأمطار إن شاء الله خلال هذه النشرة. أعزائي المتابعين، سوف نخبركم بكل التفاصيل الخاصة بهذا المنخفض القطبي وكذلك بالتساقطات المطرية والثلجية وبالمدن المعنية إن شاء الله، فلا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك، وشكرا لكم. إذن أعزائي المتابعين، سنستهل نشرتنا من صباح يوم الأحد بإذن الله الخامس من شهر فبراير الجاري، حيث يرتقب بحول الله تعالى أن تكون طيلة فترة النهار أجواء مستقرة عموما صافية على مختلف ربوع المملكة كما هو موضح أمامكم على مستوى خريطة اليقظة الجوية. ودرجة الحرارة ستبدأ بالارتفاع شيئا فشيئا بالمنطقة الشرقية وكذلك بالأطلسين وبمناطق الريف خصوصا خلال فترات النهار. أما بالنسبة ليوم الاثنين السادس من شهر فبراير يرتقب بحول الله أن تكون الأجواء صافية إلى قليلة السحب مع استمرار انخفاض درجة الحرارة في الصباح والليل إن شاء الله. أما بالنسبة للتوقعات الثلاثاء السابع من شهر فبراير تكون الأجواء بإذن الله مضطربة شيئا ما، وستتشكل رياح أحيانا محلية عاصفية بأقصى شمال المملكة وبالمنطقة المتوسطية مع تشكل بعض السحب ستعطي بعض القطرات المطرية إن شاء الله بداية من فترة الظهيرة إن شاء الله، كما قلنا في نشراتنا السابقة على مدينة العيون وطنطان وقلميم وأعلى تزنيت. ستكون في هذه المناطق أمطار مرفوعة بزخات رعدية على تزنيت وكذلك الصويرة وعيد داود وآسفي والوالدية وصولا إلى الجديدة وبرشيد. ستكون هذه الأمطار ضعيفة شيئا ما يوم الثلاثاء لكن ستكون مرفوعة بزخات رعدية، وستكون بعض التساقطات الثلجية المهمة على مرتفعات الحوز وكذلك على إمتانوت وأمزميز وأوكيمدن وتبانت وأزيلال وكذلك مرتفعات إملشيل وتنفيت. ثلوج أيضا على سكورامات داز وإفران بحول الله، مع بعض التساقطات المطرية على أقصى الشمال الغربي على مدينة سبتة المحتلة وكذلك على مدينة تطوان ووادلا وشفشاون وكذلك باب برد وإساكن. ستكون أمطار مهمة ومعتبرة إن شاء الله بداية من يوم الثلاثاء. أما بالنسبة ليوم الأربعاء خلال الفترة الصباحية يرتقب بحول الله أن تكون بعض التساقطات على المناطق الشمالية كما هو موضح أمامكم على مدينة سيدي علال التازي وكذلك لالا ميمونة والعرائش وأصيلة، مع بعض التساقطات على سبتة المحتلة إن شاء الله. أما بالنسبة لتوقعات يوم الخميس يرتقب بحول الله أن تكون الأجواء مستقرة شيئا ما مع بعض التساقطات الضعيفة على مدينة سبتة وكذلك تطوان. أما بالنسبة ليوم الجمعة يرتقب بحول الله دخول هذا المنخفض القطبي بداية من المناطق الجنوبية كما هو ظاهر على شاشاتكم على مدينة الداخلة وبوجدور والسمارة وصولا إلى المناطق الوسطى إن شاء الله. خلال فترة الظهيرة ستكون أمطار قوية وعاصفية على بوجدور من مستوى قدم برتقالي وقلميم، وعلى التساقطات الثلجية بحول الله ستكون أمطار قوية على الأطلسين وكذلك على مناطق سوس أمطار حاضرة إن شاء الله بداية من المناطق الغربية لبكرة والسمارة وطن. بهذا أعزائي نكون قد وصلنا لنهاية النشرة، لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك ودمتم في حفظ الله ورعايته.